المخرجة اللبنانية كارولين ميلان، أهلا وسهلا فيك على بيطار ماجازين. أنا اليوم مبسوطة عم بلتقيك بحفل الميراكس دور، وتحديدا يعني من بعد سنة. شو آخر لقاء كان لنا؟ خبريني شو اللي تغير من سنة لهلا. عم شوف عندك أعمال كثيرة، خبرينا أكثر. هلا عندي مسلسل ان شاء الله الشهر الجاي بينزل على ال بي سي اسمه سر وقدر. انتاج فينيكس، كتابة ديفين انطونيوس، وبطولة مجموعة كتير كبيرة من الممثلين. سو هيدا ماي ليتست، وهلا بالجوري ممبر بالميراكس دار تا نحتفل بنجومية الشباب يلي ابدعوا خلال السنة الماضية بالاعمال الدرامية. بما أنك بلجنة الحكم هيدا العام، شو الانطباع اللي حملتيه معك للحفل هيدي السنة؟ آه، السنة كنا كتير متقاربين بالآراء كلجنة، كتير كنا حاسين عم نقول نفس الأسامي. يعني في ناس برزت، طبعا الكل كان بجنن، بس في ناس برزت بطريقة كتير لافتة. كنا كلنا ميالين لنفس الأسماء، وهيدا قليل ما كانت تصير. يعني بنسبة 85% كنا تقريبا متقاربين بالتصويت. كارولين، بدي أسألك، أنت من الأشخاص اللي دايما بيدعم كل زملائه. خبرينا، هل برأيك اليوم في حدا شخصية، إن كان فنان أو مخرج أو ممثل، بيستحق عن جد يوصل للعالمية؟ طبعا طبعا، كتير كتار كتير كتار، يعني قليل اللي ما بيستحقوا. اذا بدك عنا بوتنشل كتير قوي، وبدي اقول لك انه يلي بيمثل بهالصدق وبهالحرفيه ببرودكشن مش مثل هوليوود، هيدا مبدع. كيف بقى اذا كان عنده كوتشنج وبريباريشنز لإله متواكب مزبوط، يعني بده يحلي. والدليل ليك قد ايه عنا نجوم وقتها دي ستيب هيك لبرا عم ياخدوا بطولات. كارولين، رح سمي لك 3 نجمات لبنانيات، ولكل وحدة منهم بدك تعطيها ستيكرز. أوكي؟ عندك سيني عبد النور، عندك ماجي بوغصن، وعندك نادين الراسي. كيف هيك، شو الستيكرز المناسب اللي بتعطيني اياه؟ ان كان قلب، ان كان ابتسامه، ان كان هاج، شو الصفه اللي بتعطيه اياها اذا بدنا نقول كستيكرز؟ ومين الاقرب الى قلبك؟ ثلاثتهم بعطيهم قلوب وورود، ثلاثتهم بيستاهلوا القلوب والورود. الأقرب لقلبي على نفس المسافة جد. ماجي في فترة كنا كتير قراب، بس قبل ما نشغل كتير كنا بست فريندز يعني. نادين بحبها كتير وكنا قراب، وأول بطولة كان لها معي بمسلسل ابني، وكمان ماجي أول بطولة كان لها معي بمسلسل برج 13. وسيرين أنا كان مفروض أعمل لها أول مسلسل لها، بس بعدين إجاني وقت غير عرض ورحت. سيرين كتير بحبها ونجمة كبيرة. سيرين ونادين عنا نجمات بينشاف الحال فيهم، وعلى مستوى وطن عربي كتير كتير بنشوف حالنا فيهم. نحن بنشوف حالنا فيك كارولين. مين اهتم باللوك الرومان عم نشوفه هلا قدامنا؟ خبرينا اكثر. اوكي، الدريس لكريستيان عبد الله، والستايلست هو الي كايروز للسنه الثانيه، اللي بيعطيني هيك ستايل بيشبهني وحلو، بس بذات الوقت منه اوفر عن انا شو بدي. فكتير مبسوطه معه. كريستيان عبد الله ديزاينر شبابي كتير حلو، حبيت. وميك اب مريان حداد. كارولين، بدي اطلب منك تقولي كلمه اخيره لكل متابعينك على بيطار ماجازين. بقول لكم انطرونا بسر وقدر، مسلسل كتير حلو عطينا فيه من كل قلبنا. مرقنا فيه بظروف صعبة، تحدينا واخذنا النتائج اللي نحن بدنا اياها. كتير فخورة بالمسلسل. انطرونا سون على ال بي سي.